قضية عايزة أتكلم عليها. أنا طالعة عشان أبرأ الدهون من كل الاتهامات اللي بتترمي عليها. أولا الدهون دي حاجة مفيدة جدا 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 لجسمنا. الدهون ملهاش أي علاقة بالأمراض، ملهاش أي علاقة بالسمنة، ملهاش أي علاقة بالكانسر وبالأمراض، ملهاش أي علاقة بالكوليسترول، بالدهون الثلاثية، ملهاش أي علاقة بأمراض القلب إطلاقا، وأنا هثبت لكم إزاي. ملهاش علاقة بالسمنة كمان، يعني احنا ممكن ناكل دهون كتيرة قوي وما نتخنش على الإطلاق. بالعكس احنا جسمنا محتاج دهون، هرموناتنا مش بتتأكتف، مش بتشتغل كويس غير بالدهون. يعني هو الفيول بتاع الجسم، هو الطاقة اللي بتحرك الجسم، بتخلي الشرايين مجرى دم كويس قوي في الشرايين، بتخلي كل أعضاء الجسم بتشتغل بكفاءة عالية. وما تنسوش ان مخنا 80% اساسا دهون، يعني المخ دهون وميه، فاحنا دي اكتر حاجة بنعالج بيها اي مشاكل في المخ. يعني المسنين والناس اللي عندهم الزهايمر والدمنشيا، الامراض دي احنا بنعالجها اساسا بالدهون، وبنديهم ميه برضو بنسب عاليه. فدلوقتي الدهون محدش يقولي ان الدهون بتتخن، محدش يقولي انا باخد لبن مش عارفه ما فيهوش دهون، بجيب السكيند وزبادي ومش عارفه ايه، اطلاقا. لو ما خدناش نسب محترمه من الدهون، هرموناتنا هتبقى وحشه، جلدنا هينشف، هنعجز بدري، هنلاقي كل الاورجنز بتاع الجسم مش بيفانكشنينج كويس. المشاكل في الالتهابات، الاكل اللي بيعمل التهابات هنتكلم عنها في حلقه سيبريت لان ده موضوع كبير جدا. وكمان الكالسيوم الشارد اللي بيخش الجسم مش بيتوجه على العظم، في حاجات مفروض زي K2 وفيتامين دي هي اللي بتوجه الكالسيوم للمكان المظبوط، فهو الكالسيوم الشارد بيخش بيعمل بلوكج في اي حته، نتكلم عليهم بعدين. طيب ايه الدهون الامنه وايه الدهون الغير امنه وايه اللي مش مفروض نيجي ناحيته خالص من الدهون؟ الدهون الساتوريتد المشبعه هي دهون امنه. الدهون الساتوريتد دي موجوده زي في الزبده، في السمنه، في القشطه، في البيض، في الفول كريمز، كل دي امنه جدا، ما فيهاش اي مشاكل اطلاقا اطلاقا اطلاقا. طيب الانساتوريتد كمان الدهون الغير مشبعه اللي في الفلكس، اللي في زيت الكتان. على فكره زيت الكتان مش مفروض الرجاله تستهلكه بكميه عاليه لانه مش مظبوط للهرمونات الذكوره. هنتكلم على الهرمونات برضو في حلقه تانية، ولكن هو كويس جدا جدا للستات. يعني ما نحطش لجوازنا بقى زيت كتان كتير ونستخدمه كتير، لا لينا احنا اوكي. في الكتان، في السمسم، في الخروه، في الكوكونات، كل الحاجات دي، كل الزيوت ما عدا الزيوت اللي اتكلمنا عليها النباتيه هنقولها بعدين، فهي زيوت امنه جدا. افوكادو كمان من مصادر الفاتس الصحيه قوي. كمان احنا بناخد الدهون من الاكل الحيواني، يعني بناخده من اللحمه، بناخده من دهون اللي في اللحوم، ودي آمنة. دهون اللحوم دايما يمكن سمعتوا بنقول عايزين ناكل الحيوانات اللي بتاكل اخضر، يعني يعني في اماكن كتيره بتبيع لحمه يقولوا ان دي اغلى شويه عشان مراعي مفتوحه فبياخدوا اخضر. ايه موضوع بقى الحيوانات اللي بتاكل اخضر؟ الاحماض الدهنيه هي مقسمه لاحماض قصيره، متوسطه، وطويله. الأحماض القصيرة والمتوسطة بتبقى عادة في الحيوانات اللي بتاكل أخضر، زي المعزة، زي الضاني، زي أي بقرة أو جاموسة، بتبقى في مراعي مفتوحة لأنها بيبقى فيها نسبة الفايبرز أعلى، فبتبقى مفيدة جدا للقولون، وهي بتستريت هيد، بتجو مباشر لمجرى الدم، يعني بتدينا انرجي، بتدينا حيويه، بتاكتف الهرمونات بتاعتنا، وبتخلينا وشنا احمر كده وفي طاقه. كمان الاحماض الدهنيه الطويله اللونج تشين دي
يعني بياخد هضمها مدة أطول، ولكن هي ستيل صحية جدا. وعايزة أقول لكم في منها من الزيوت مثلا زي زيت الخروع. احنا بنستخدم الأحماض الدهنية اللونج تشين دي الطويلة لما بيكون حد عنده إمساك وعايزين يعني الدنيا تتظبط معاه شوية، فبننصح بيها زي زيت الخروع، وهو ستيل آمن. يعني كل الحاجات دي آمنة. طيب احنا نقدر ناكل ايه في دهون واحنا مش قلقانين وهنقول انه مش بيتخن؟ هناكل الزبده، هناكل السمنه، هناكل البيض البلدي الاورجانيك الصغير ده هايل، هناكل زبادي فول كريم. هتقولي سكيمد ده؟ لا خالص خالص. يعني الناس اللي بتشرب اللبن ماشي اوكي، احنا عندنا شويه تحفظات على اللبن، بس ماشي. هناخده من زيت الكتان زي ما قلنا، وزيت السمسم، وكوكونات هايل هايل هايل. وهناخده من الافوكادو، هناخده من المكسرات المنقوعه والنية، هناخده من اللب. من فضلكم اما تيجوا تشتروا لب حلو قوي بس برضو لازم نجيبه ني. هناخده من كل المصادر دي. طب ايه اللي ممنوع علينا بقى؟ ممنوع تماما الزيوت المهدرجه، مكسرات متحمصه ممنوعه، الزيوت الذره وعباد شمس لانه بيضاف عليه البي اتش اي والبي اتش دي مواد ضاره جدا للجسم، والزيوت المتحوله انا مش عارفه اسمها بس مرجرانيت ولا مش عارفه ايه، يعني شويه زيوت كده اتحولت سمنه وتحط عليها شويه اطعام وتعمل لنا منها اكل في الشارع، كرواسون مش عارفه ايه وطعمها حلو بس بتدمر صحتنا. فدي من فضلكم ممنوعه ممنوعه ممنوعه، هي دي اللي هتودينا في داهيه. طيب في دراسات اتعملت ليتلي انه الدهون الساتوريتد والانساتوريتد دهون فهي بتقلل نسب الاصابه بالكانسر 50%، كانسر الصدر وكانسر القولون وكانسر الامعاء. وفي دراسه تانية اتعملت قالت ان الانساتوريتد اوليف اويل والافوكادو والزيوت التانية بتعلي الفيرتيليتي جدا جدا، بتعلي الخصوبة والتبويض جدا 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 عند الستات، وبتاكتف كمان هرمونات الذكورة. على العكس بقى الترانس فات والزيوت المتحولة والزيوت المهدرجة بتقضي على التبويض تماما عند الستات وبتعطل اكتيفيتي بتاعت الهرمونات ستات ورجاله، فعشان كده دي ممنوعه. طيب ازاي ناكل الدهون وما نتخنش ويعني نغرق فيها؟ اولا انا عايزه اقول لكم انا لما باجي نازله من البيت لما باجي اصوم، واحنا اتكلمنا كمان على الانترميتنج فاستنج، بحب اكل وجبه فيها بروتين وفيها دهون لانها بتخليني يعني بتحسسني ان انا شبعانه مده طويله، فبضطر ما رمرمش في الشارع. فدي نمره واحد. يعني نازلين هنعمل مشوار طويل فناكل بيض مسلوق اورجانيك الصغير ده ونحمره في زبده معرفش ايه، ونحط عليه يا سلام بقى لو شويه كركم، ومثلا لو ما فيش زبده يبقى اوليف اويل